السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يلا نبدأ قصتنا ونشوف بتحكي عن ايه. بس قبل ما ابدأ ياريت فضلا وليس امرا تدعوا لبابا بالرحمة في الكومنتات. انا جنى، عندي 23 سنة. كنت طفلة صغيرة انا واخويا من يوم ما وعينا على الدنيا، وبابا وماما على طول في مشاكل وخناقات. ماما كانت دايما بتسيبنا في البيت وتتأخر برا، وبابا لما بيرجع من الشغل بيلاقينا لوحدنا كان بيتضايق جدا اول لما بيعرف ان ماما سايبانا كل الوقت ده لوحدنا. وكنا بنبقى جعانين جدا، كان هو اللي بيعمل لنا الاكل وبيهتم بينا، وكان هو اللي حنين علينا. عمرنا ما عرفنا يعني ايه حنية الام. ما افتكرش مرة ماما اخدتني انا واخويا في حضنها ولا قعدت معانا. بابا دايما هو اللي كان بيعمل كل ده. على طول ماما كانت تقعد تسمع بابا كلام زي السم، وما كانش بيعجبها اي حاجة مهما يعمل لها برضو وحش. وكانت بتعاملنا وحش جدا لدرجة اني شكيت ان انا مش عيالها اصلا. كانت دايما بتحمل بابا فوق طاقته وتطلب مصاريف كتير جدا وتخرج براحتها، ولو قالها انتي رايحة فين بتبقى ليلة مش معدية. بس كانت تتخانق وتزعق معاه وبرضه تنزل وتعمل اللي هي عايزاه. بابا كان دايما بيخاف علينا منها. عدى الوقت وبابا يا حبيبي ما استحملش ومات من كتر الزهق والضغط. مات فجأة، ومن وقتها اتحولت حياتنا للجحيم الحقيقي. بعد يومين بالظبط من وفاة بابا، ماما كانت بتسيبنا وتنزل كالعادة، وكانت بتسيبنا في البيت لوحدنا برضو. كنت طفلة لسه عندي 10 سنين. من كتر الجوع كنا بناكل اي حاجة من التلاجة وننام انا واخويا، وماما لما كانت ترجع البيت تلاقينا نايمين، ولا حتى بتسأل احنا اكلنا ازاي او عملنا ايه. لحد ما حصلت الكارثة الاكبر. بعد 4 شهور من وفاة بابا، ماما كانت بتجيب البيت راجل غريب، وكانت بتتعامل معاه كأنه جوزها، وكانت مفهمة الجيران انها متجوزاه، بس للأسف ده ما كانش صح. وفي يوم اخويا دخل على ماما في الأوضة ولقاها هي وعمه خالد في وضع مش كويس. اخويا في الوقت ده خد علقة مخدهاش حمار في مطلع. كان عمو خالد كان بيضربنا ضرب مبرح جدا، ولما الجيران كانوا بيسمعوا صوتنا واحنا بنصرخ كانت ماما تطلع تتخانق معاهم وتقول لهم الراجل زي ابوهم وبيربيهم، مش كفاية انه مستحمل عيال مش عياله. انا واخويا مازن كان جسمنا كله عبارة عن اثار ضرب وكدمات. كنا بنترعب اول ما بنعرف ان عمو خالد جاي البيت. كان اول ما بيجي يقعد يضرب فينا علشان خاطر ننام بالعافية. كنا بنقعد نعيط في الأوضة لحد ما ننام من كتر العياط، ومفيش مرة صعبنا على امي. كان بيعمل فينا كل ده وهي ولا مرة قالت له ما تضربش اولادي، ولا مرة حسيت انها حتى متأثرة او زعلانة او ملامح وشها متغيرة علشاننا. عدت الايام، وفي يوم صحيت من النوم علشان اشرب، لقيت عمو خالد بيقول لماما بقولك ايه، انا زهقت من عيالك دول. قالت له طب هعمل ايه، هوديهم فين، ما هو ده بيت ابوهم. قال لها لو تسمعي كلامي ونخدر الواد مازن ابنك وناخد كليته هنقب على وش الدنيا ومحدش هيحس بحاجة، واللي هيسأل هنقوله الواد كانت عنده الزايدة تعباه شوية وعمل عملية وشالها. كنت منتظرة من ماما تقوله لا طبعا ده ابني وعمري ما اعمل فيه كده، بس كان ردها هو الصدمة الحقيقية بالنسبة لي. قالت له فكرة حلوة، احنا ناخد كلية الولد وبعدها نعمل نفس الموضوع وناخد كلية البنت. دخلت اجري على الأوضة وانا بعيط وخايفة ومش عارفة اتصرف ازاي. وتاني يوم لقيت ماما بتعامل اخويا باسلوب كويس جدا لأول مرة في حياتها. قالت له مازن حبيب ماما انا هاخدك النهاردة عشان اشتري لك لبس جديد. مازن يا حبيبي فرح وقال لها بجد يا ماما؟ قالت له بجد يا حبيبي.
قلتلها وانا يا ماما، قالتلي انتي خليكي بكرة يا جنى. قلتلها لا يا ماما سيبي مازن مش هيروح في مكان. قلتله ما تروحش معاها يا مازن. مازن قالي انتي متضايقة ليه؟ عشان ماما هتجيبلي لبس؟ طب ما هي قالتلك بكرة يا جنى هتجيبلك انتي كمان. ومازن حضر نفسه وكان فرحان وقال لها يلا يا ماما عشان نمشي. وفعلا مشيوا، وكانت اخر مرة اشوف فيها مازن. وانا كنت منهارة وبشد فيه بقوله لا، وبقول لها لا يا ماما ما تاخديش مازن بالله عليكي سيبيه. مازن اخدته بالعافية منها وحاولت اشده بس قفلت الباب عليا بالمفتاح ومشيت. واخدته في مكان قذر لناس قذرة تبع عمو خالد، وعملوا لاخويا العملية وللأسف مستحملش ومات. وهم طبعا ما ضيعوش الفرصة، اخدوا كل اعضائه حتى عينيه ما سابوش اي حاجة فيه. وانا كنت في البيت لوحدي وقعدت اصرخ جامد جدا ونادي على جارتنا طنط ام محمود تفتح لي الباب. قلت لها بالله عليكي يا طنط افتحي لي الباب، هاتي حد يكسره اخويا هيموت. طنط ام محمود لما شافتني منهارة بالشكل ده جابت حد يفتح الباب وخرجوني، وحكت لهم على كل اللي سمعته من ماما وعمو خالد. وطنط ام محمود اخدتني على اقرب اسم شرطة وقالت لي احكي للضابط يا جنى عن كل اللي حصل. وحكيت للضابط فعلا، وعدى الوقت والضابط قبض على امي وعشقها والاتنين اخدوا اعدام. وانا دلوقتي عايشة مع طنط ام محمود وعيالها، وبصراحة هم احن عليا كتير من امي. انا عمري ما كرهت حد قدها. انا لحد الان بحلم بكوابيس ومش عارفة اتخطى اللي حصل لاخويا، برغم انها اتعدمت وماتت بس ولا مرة قدرت اسامحها، ودايما بدعي عليها وموتها مش هيشفع لها عندي. دايما بدعي لاخويا وبابا بس. لكل راجل وست عايزة اقول لكم لو زرعتوا حب في ولادكم هتلاقوا حب وحنان ملوش نهاية. وما تنسوش ان لما ينقطع عملكم من الدنيا مش هيبقى فيه غير الولد الصالح اللي هيدعيلك. ونصيحتي لكل راجل، اختار لولادك ام قبل ما تكون زوجة، لان الجواز لو مش قائم على الحب والاحترام يبقى ملوش اي لازمة.